السلام عليكم متابعيني، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ عساكم بخير. اليوم عندنا طريقة عمل السجق من الحلويات اللي جدا طيبة، وراح استخدم بيها اليوم السكر البني. احتاج الى 1.25 كاسة من السكر البني، 1.5 كاسة من الماء، وكاسة من النشا، كاسة من الجوز هذا عين الجمل، وعندنا علبة كاملة من الجيلاتين، وماء ورد للنكهة. إن شاء الله أتوفق تقديم هاي الوصفة لكم، وجدا بسيطة وما تحتاج تفكير ولا تعب. يلا عيني تابعوني. راح أخلي السكر والماء مع بعض، وأضيف عليهم الماء، أذوبهم سوا إلى أن يتجانسون ويذوب السكر. أذوبه أكمل وأرجع لكم. هسه راح أبدي أضيف النشا، وأيضا أخلطه سوا وأضيع شكو كتلة. وهسه خلطنا المواد مع بعض، راح نضيف هسه الجيلاتين ونخلطه أيضا. الطباخ نعلقه أو نفتحه على النار الوسط، ومحضرين هذا النايلون حتى نفرشه عليه ونسويه مثل الأقلام، ويصير عندنا سجق روعة. نستمر بالتحريك، نذوب شكو جيلاتين موجود نذوبه. نستمر بالتحريك قلت لكم الى ان يذوب شكل جيلاتين. هسه راح اخليه على الطباخ، خليته على النار ونستمر بالتحريك. النار قلت لكم وسط. ما اعوف ايدي من التحريك ابد، لان بيه النشا يتكتل. من يبدي شوية يثخن اضيف ماي الورد واضيف الجوز. اسهل طريقة ومو متعبة ابد، وتنطي نتيجة جدا روعة. هسه بدأ يثخن عندي، راح اضيف هسه ماي الورد. شوفوا عيني، انتي الكمية اللي تردوها بجاكم. راح اضيف ملعقة كبيرة شوية للنكهة. استمر بالتحريك، بدأ يتكتل عندي. من اشوف طلعت هاي التكتلات، شوفوها عيني، راح ابدي اضيف الجوز.
وأظل أخلط به إلى أن يثخن. هسه بعده شوفوا نستمر بالتحريك وعلى نار يعني وسط مو عالية، وجاي يثخن عندي. دا شوفوا شوفوا حبايبي. وهذا شكله شوفوا، هذا شكله النهائي. اطفي الطباخ هسه وخليه يبرد، واخليه على كيس النايلون واسويه على شكل طولاني يعني مثل الاصابع. شوفوا هذا شكله يعني واو. وهسه بديت اخليه على النايلون هاي الطريقة، وبعدين ابرمه. أقص هذا النايلون أصدقائي، صديقاتي، أخواتي، أخواني، وهذا شكله النهائي. وراح أتركه إلى ثاني يوم. أنا هسه العصر سويته، بكرة نشوف النتيجة. وراح أخليه مع النشا. خلص عندنا السجق، وتخلصت من هذا النايلون، وقطعت منه هاي الوجبة وهاي الوجبة الثانية. راح أقطعها بالتساوي بهذا الشكل، وأخليها بالنشا. يا رب عجبتكم هاي الوصفة. لا تنسوني بالاشتراك واللايك. أختكم أم رامي. وهذا شكله النهائي، خير وبركة وصحي وما بي سكر كثير. شوفوا عيني، هذا شكله شوفوا. وإذا تحبونه بعد تقطعوا أصغر براحتكم.